مصطفى هو دلوقتي الحاجات ديت هنا احنا مش عايزين نأذيك ولا تأذينا. يا رجاله مصطفى طلع له عفريت. رجاله انا طلعت السطح اول امبارح لقيت طوب بيتحدف عليا. والله العظيم انا استغربت اللي حصل الايام اللي فاتت ديت. كان السطح الغريب بتاعنا خالص، ما اعرفش اللي حصل. كان الطوب بيتحدف عليا بجد. من الاخر يا جماعه انا طلع لي عفريت. رجاله مصطفى رن عليا امبارح بالليل وقال لي يا محمود لازم نصور الفيديو دوت على السطح عندنا ونشوف ايه اللي بيحصل على السطح. بصراحه انا كنت مش مصدقه، بقول له يعني ايه طوب بيتحدف؟ ما احنا دايما بنعمل فيديوهات على السطح. قام قال لي والله العظيم والله العظيم في طوب بيتحدف عليا، وانا قلت هاجي اشوف الموضوع دوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في قناه محمود شاور الغلابه. تحط لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد. فرجاله دلوقتي احنا هنشوف ايه اللي بيحصل. عشان تصدقني بص تبقى هي لوحدها. لا هو ده هزار ده بقى ولا ايه؟ تعالى كده. انت بتقول الطوب كان بيتحدف عليك من هنا وانت رحت فين؟ الطوب كان بيتحدف مثلا من هنا. طب ولا كنت واقف هنا؟ كنت واقف فين؟ هنا. الكلام ده كان الساعه كام يعني؟ كانت الساعه في حدود 8 بالليل. في حد يطلع 8 بالليل على السطح يا عويل؟ لا كنت لازم اعمل حاجه كده على السطح والله. طب تعالى تعالى. بتاعت ايه الاوضه دي؟ بتاعتنا يا عم، الاوضه بتاعتنا يعني بنحط فيها الغسال بتاعنا. مصطفى هو دلوقتي الحاجات دي ده الموضوع بجد اقسم والله العظيم الموضوع بجد يا رجاله. تعالى كده نشوف الموضوع دوت يا رجاله. انا لازم اقسم بالله اشوف ايه اللي بيحصل في السطح دوت. تمام يا اسطى انا قافل يا عم بالتصوير يا اسطى. طب ايه تفهمني بس تفهمني يا اسطى تفهمني طب افهمني. هنعرف ايه اللي هيحصل هنا لا يا اسطى مش صور على سطح تاني. ناديني النبي يا رجاله هقنعه وهاجي لكم، بس هو اللي هخليه هو يمسك الموبايل وهو اللي يصورنا عشان ايه نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. حاضر يا اسطى حاضر. يا رب بص. بسم الله الرحمن الرحيم. لو في حاجه هنا احنا مش عايزين نأذيك ولا تأذينا. لو في حاجه هنا ولا تأذينا ولا نأذيك. حسب الله مش قادر اشيل. ايه ده؟ مفيش حاجه اهو يا حبيبي. ازاي يا اسطى؟ ما احنا شفناها وحتى الناس. لا كان متهيأ لنا مفيش حاجه. حتى كان عندنا الناس بتاع الفيديوهات يا اسطى. استنى انت بتقول دلوقتي بيحصل الكلام ده بالليل صح؟ ربنا يسهل ويشوف اللي هيحصل بالليل. تمام يا رجاله دلوقتي احنا قاعدين تحت في البيت بتاع مصطفى. بصوا لنا ايه بص دلوقتي ده انا ما اعرفش ده مجنون ولا طفل صغير حقيقي، انا مش عارف ده ايه. تمام فدلوقتي احنا هنروح ونقعد نتكلم معاه نقول له انت في ايه مالك؟ انت ايه؟ انت عايز مننا ايه؟ انت كده تمام.